أشهد أن عليا ولي الله، وأطلب من كل سني أن يشهد أن عليا ولي الله، ووالله إن لم يكن عليا يكن علي وليا لله فلا ولي له. علي ولي وسادة من سادات الأولياء لله. سألني عن علي ماذا أقول؟ إمام من أئمة المسلمين، بطل من أبطالها، أفضل مخلوق كان في زمانه. لاحظ، ما عندنا مانع. أئمة الشيعة العظام اللي هم يقولون أئمتنا، نعم، ونحن نراهم والله أئمتنا، ونرى وجوب اتباعهم. الله أكبر، وجوب، ومن لم يتبع الأئمة آل البيت فهو ضال. نعم. شو رأيك اليوم؟ تشيع الشيخ عدنان؟ لا، ما في تشيع. يعني أنا أود برضو ألا أخرج عن سؤالي. أنا اليوم أنت برضو مبتسم، واليوم كما حدث في هذه الأشياء نعم حدث فيه المقتل. إذن مثل لحظة، نعم، رجل عنده زوجة، تفضل، مات طفل وولد الطفل، يحزن أم يفرح؟ هيفرح لهذا ويحزن على هذا. أحسنت. إذا ليش جبتني أنت جايبني اليوم؟ يقول أنا أراك فرحا ما رأيتك حزينا. إيه؟ رأيت الفرح وما رأيت الحزن. طيب، الحزن والله من لم يحزن على مقتل الحسين فهو منافق. الله أكبر. والذي لا إله إلا هو ليسمع الناس. احنا ما عندنا تقية، ثم ما بيجوز تقية بهذا الشكل وملايين من الناس يشاهدوك. نعم. من لا يحزن على الحسين مقتله فهو ضال، ومن رضي بمقتله فهو فاسق وقد يكون كافرا. أعد العبارة. لا تورطني انت. لا أنا اليوم يعني في تسجيل علي. ايوه في تسجيل صوت وصورة. معناها مشكلة. اتفضل. من لم يحزن، ما نقول من يفرح، لا، من لم يحزن على، سأبين الأمر ثاني، من لم يحزن على مقتل الحسين فهو ضال فاجر. أما من فرح فهم إما أن يكون منافقا وقد يحكم عليه بالكفر. الذي يفرح في مقتل الحسين، الذي يفرح لمقتل الحسين، لا، هذا رأي الشيخ عدنان ولا هذا رأي هذا رأي الشريعة. كيف يفرح الإنسان بمقتل حبيب من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يفرح الإنسان بمقتل السيد من سادات المسلمين؟ رضي الله تعالى. كيف يفرح الإنسان فيه ذرة إيمان، نعم، ذرة إيمان برجل سيد شباب أهل الجنة؟ إذا لماذا لا تجعلون الناس تحزن؟ لماذا لا تخبرون الناس بهذا؟ نخبر الناس